هناخد دلوقتي امر اسمه سكيل. الامر دوت لما اصغر او اكبر الجزء المراد. يعني مثلا لو هنرسم مستطيل، هنعمله مثلا ابعاده 200 في 100، 200 في 100. طيب نحاول عايزين نعمله بدل ما هو 200 100 ننزله مثلا النص، بدل 200 هيبقى ايه، بدل 200 يبقى 100، ننزله النص عن طريق الامر سكيل. عندي الايقونه بتاعته اهي، احدد الجزء ده، يقول لي البيز بوينت فين، النقطه اللي انت هتبقى المركز بتاعتك، اقول له هنا. طب انت عايز بقى تصغر ولا تكبر؟ ممكن اللي هو 200 في 100 نخليه نصغر النص مثلا، يبقى اعمل نص، بقى النص. نيجي نقيس كده اهوت، دي كانت 200، نبص هنلاقيها دي 100. تمام، ودي كانت 100 بقت 50. برضو العكس، لو انا عايز اكبر، نيجي عند سكيل واعمل كده. طيب والبيز بوينت احطها هنا اهو. عايز تعمله ايه؟ عايزه مره ونص او مرتين مثلا، ال 200 تبقى 400. نمسك كده نقيس، المفروض دي 200، نقيس كده اهوت بقت 400. 400 دي امر اسمه سكيل اللي هو التكبير او تصغير. طيب انا لو عندي مربعين او مستطيلين ودوت كان بلون معين او خط معين والكلام دوت، لو انا عايز اعمل الاتنين دول شبه من بعض عن طريق الفرشه اللي اسمها ماتش بروبرتيز، اعلم عليها وانا عايز دي تنقل خواصها تبقى هنا، ديت الايه، دي الفرشه اللي موجوده في الوورد. الامر اللي بعد كده، لو انا عايز اعمل قوس، عندي خط كده وعندي خط كده وعايز اعمل قوس اهو، عندي قوس بالايقونه بتاعته، اقوم عامل كده. طب بمعلومات ايه، انا عندي نص القطر، طب ولا ستارت واند والانجل، نقطه البدايه ونقطه النهايه والزاويه، ممكن دي تمشي، اقول له البدايه بتاعتي اهي والنهايه بتاعتي اهي، وعايز الزاويه مثلا عايزها 90. كده انا عملت قوس بزاويه 90. اما لو انا عارف نص القطر، ممكن كاتب له نص القطر،